المراهقة فترة حساسة كيتشكل فيها صراع صامت بين الآباء والأبناء. اليوم غادي نهضروا على أهم التحديات اللي كتواجه الطرفين وطرق التعامل الصحيحة باش نحافظوا على علاقتنا بولادنا وما نخسروهمش. واش عمركم تسألتوا علاش الأبناء ديالكم المراهقين ولاو أشخاص مختلفة تماما على الأطفال اللي كنتوا كتعرفوهم من قبل؟ باش نجاوبوا على هذا السؤال خاصنا أولا نعرفوا شنو هي المراهقة. المراهقة هي مرحلة انتقالية بين الطفولة والرشد، كتبدا تقريبا ما بين سن 10 سنوات و 13 سنة وكتقدر توصل حتى لبدايات العشرينات. في هذه الفترة كيتغير الجسم والعقل والمشاعر بسرعة كبيرة. المراهق كيبدا يسول شكون أنا وشنو الدور ديالي في الحياة، كيزيد عنده الفضول والرغبة في الاستقلالية وحب التجربة. المراهقة مرحلة من مراحل النمو الطبيعية اللي كيدوز منها أي إنسان، غير هي كتميز بالصعوبة ديالها نتيجة التغيرات اللي كتوقع في جسم الأطفال سواء خارجية جسمانية أو داخلية هرمونية، واللي الطفل ما كيعرفش يفسرها أو يتعامل معها بشكل صحيح. وهنا كيجي الدور ديال الوالدين وطريقة التعامل ديالهم مع الوضع. علاش ولدك المراهق ولات المشاعر ديالو مضطربة ومزاجه متقلب؟ واش لاحظتي أن ولدك المراهق كيكون فرحان في الصباح وبالليل كيتعصب بلا سبب؟ شنو السر؟ السر كاين في الجسم ديالو وبالضبط في الهرمونات. في مرحلة المراهقة الجسم كيعيش طفرة هرمونية كبيرة. عند الذكور كيزيد هرمون التستوستيرون وعند الإناث كيزيد هرمون الإستروجين. هاد الهرمونات كتأثر على الدماغ، خاصة المناطق المسؤولة على المزاج والتحكم في المشاعر. النتيجة مشاعر كتبدل بسرعة، فرحة، عصبية، حزن وبلا مقدمات. حتى القرارات كتكون أحيانا متهورة لأن الفص الجبهي في الدماغ المسؤول على التفكير المنطقي مازال ما كملش النمو ديالو. يعني ملي ولدك المراهق كيتصرف بشكل غريب، كيتحداك وكيتعصب، ماشي حيت بغى يوقف ضدك او ما بقاش كيحترمك، بل نتيجة طبيعية للتغيرات اللي كيمر منها الجسد والعقل ديالو. علاش كيبان لك ان ولدك المراهق كيتحداك ويوقف في وجهك؟ واش كتظن ان ولدك المراهق ولا كيعاندك في كل حاجة وانه باغي يدير العكس ديال التعليمات ديالك؟ الحقيقة ان اغلب المراهقين ما كيعاندوش من اجل العناد، بل لانهم كيبحثوا على الاستقلالية. في هذه المرحلة المراهق كيحاول يثبت أنه قادر يقرر بنفسه. المشكل هو أن دماغه مازال ما كملش التطور، خصوصا في المنطقة المسؤولة على التحكم في الانفعالات. هذا الشيء كيخليه أحيانا يتصرف بطرق كتبان للآباء على أنها تمرد أو قلة احترام. هو في الحقيقة ما كيقصدش الإساءة، غير كيختبر الحدود وكيحاول يلقى الهوية ديالو. إلا فهمنا أن تحدي المراهق والصراع ديالو معنا ما موجهش لينا كوالدين بشكل شخصي، بل إشارة أن ولدنا كيحاول يكبر، غادي نقدروا نحولوا المواجهة والصراع لحوار مبني على الاحترام والتفاهم. تأثير الحياة الأسرية على المراهقين. شنو كيدير الطلاق والمشاكل العائلية لنفسية المراهق وكيفاش كتكون الآثار بعيدة المدى؟ المراهقة أصلا مرحلة حساسة والتغيرات العائلية كتزيد تعقدها. الطلاق أو الخلافات الكبيرة بين الوالدين كتخلق شعور بعدم الأمان والقلق عند المراهق. كورت كوبان المغني الأمريكي ومؤسس فرقة نيرفانا عاش طفولة ومراهقة صعبة بسبب طلاق والديه والمشاكل العائلية. هذه الظروف زادت من الهشاشة النفسية ديالو ودفعته لمسارات خطيرة وصلت حتى للإدمان والاكتئاب. القصة ديالو كتأكد أن دعم العائلة والاستقرار العاطفي مهمين بزاف للمراهق، وأن الغياب ديالهم ممكن يخلق أضرار نفسية عميقة. هادشي علاش خاصنا نكونوا واعيين بأهمية الاستقرار العائلي والتفاهم باش نساعدوا المراهقين يخرجوا من هذه المرحلة بأقل ضرر ممكن. كيفاش كتأثر السوشيال ميديا على المراهقين؟ كيفاش السوشيال ميديا كتغير طريقة التفكير وتصرفات ولدك المراهق؟ المراهقين اليوم كيبقاو ساعات طويلة على الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي. هذا التعرض المستمر كيقدر يولد ضغط نفسي بسبب المقارنات الاجتماعية، التنمر الإلكتروني والمحتوى الغير الملائم. كيأثر على ثقتهم بنفسهم وعلى التركيز وحتى على نمط النوم ديالهم. في بعض الأحيان كيخلق إحساس بالعزلة رغم التواصل الدائم. من الضروري للآباء يكونوا واعيين ويتواصلوا مع أولادهم على المحتوى اللي كيتبعوه ويعلموهم كيفية التعامل مع هذا العالم الرقمي بطريقة صحية. توازن في استخدام السوشيال ميديا والدعم الأسري هما المفتاح باش نساعدوا المراهقين يحافظوا على صحتهم النفسية ويطوروا نفسهم بشكل إيجابي. أخطاء شائعة كيوقع فيها الآباء مع المراهقين. واش ممكن يكون أسلوبك مع ولدك المراهق هو سبب المشكل وانت ما واعيش به؟ المبالغة في المراقبة، تتبع كل صغيرة وكبيرة في حياته كيخليه يحس بعدم الثقة وكيعلمه يكذب ويخبي عليك الأسرار ديالو وحتى يتمرد عليك ويدير غير اللي في راسو. تقليل من الأحاسيس والمشاعر ديالو، بحال فاش كنقولوا أشهد التفاهة وراك غير كتضخم الأمور. هادشي كيخليه يبني جسر بينه وبينك ويحتفظ بالمشاعر ديالو وما غيبقاش يعاود لك والو. المقارنة مع الآخرين، مثلا شوف خوك، شوف بنت جيراننا، هذا الأسلوب كيأثر سلبا على الثقة ديالو بنفسه
وكيولد مشاعر الغيرة والحقد، تغوت عليه قدام الناس. حتى لو كان عندك الحق، الإحراج قدام الناس كيولد عنده مقاومة وعناد أكبر، وكيخليه يعتبرك كعدو ماشي كأب أو أم. غياب الحوار، الاقتصار على الأوامر والمنع بدون ما نشرحوا الأسباب أو نحاولوا نبينوا العواقب بطريقة ودية كيزيد يخلق الهوة بين الأبناء والوالدين. المراهق محتاج يحس بك كتشوف وكتسمعه وكتحترم المشاعر ديالو قبل ما تطلب منه أنه يحترمك ويتبع التعليمات ديالك. تأثير المراقبة الزائدة، كيفاش الضغط الكبير والمراقبة الصارمة من طرف الآباء كتأثر على نفسية المراهق. مايكل جاكسون اللي كان أسطورة في الغناء ما كانتش الحياة ديالو سهلة في المراهقة. الأب ديالو كان صارم بزاف وكيراقب كل خطوة كيديرها، وهاد المراقبة الصارمة خلقت عند مايكل توترات نفسية كبيرة، من بينها إجراء عملية التجميل والرغبة ديالو في تغيير الجنس والعزلة والقلق المستمر. القصة ديال مايكل كتورينا أن المراقبة الزائدة وقلة التفاهم من الآباء كتقدر تخلي المراهق يعيش صراعات نفسية كبيرة، واللي تقدر تخليهم يتخذوا قرارات خاطئة ومدمرة. كيفاش تحول الصراع مع ولدك المراهق لتفاهم؟ واش ممكن تحول العلاقة مع ولدك المراهق من خصومة وصراع لصداقة وتفاهم؟ ممكن. اسمع ليه كتر ما تهدر، خليه يفرغ أفكاره ومشاعره قبل ما تعطيه الرأي ديالك أو توجه ليه النقد. إلا خليتيه يهدر وعطيتيه الوقت الكافي حتى يكمل، أكيد غيسمع لك حتى هو وغيدير بكلامك. أعطيه مساحة خاصة. الاستقلالية ما كتعنيش الفوضى، ولكن هي فرصة كيتعلم يتخذ فيها القرارات الخاصة به، مع المراقبة ديالك من بعيد والوقوف معه كسند ودعم. وضع قواعد ثابتة بشكل واضح. القواعد كتريح المراهق لأنها كتحدد الإطار اللي ما خصوش يتجاوزه، ولكن بلا قسوة وبلا تهديد. تشارك معاه بعض الأنشطة بحال ممارسة الرياضة، تخرجوا مع بعضياتكم أو حتى تفرجوا في شي فيلم. هاد اللحظات كتقوي العلاقة، وفي نفس الوقت ما كيضطرش يقلب على المؤنس ديالو في جهات غلطة. اعترف بالأخطاء ديالك إلا غلطتي. هاد الخطوة كتعلموا أن الاعتراف بالخطأ قوة ماشي ضعف، حيت بالنسبة ليه انت مراية كيشوف فيها راسو، وأي تصرف درتيه كيحاول يقلدك فيه. المراهقين اللي كيلقاو في والديهم سند وأصدقاء مقربين غادي يختصروا عليهم بزاف ديال المشاكل، وغادي يقدروا يواجهوا تحديات الحياة بثقة وبدون ما يتخذوا قرارات خاطئة فقط من أجل العناد. الخلاصة، المراهقة ماشي حرب بين الآباء والأبناء، هي جسر العبور ديال الطفل نحو الرشد. وانت كأب أو أم الدور ديالك تكون اليد الآمنة اللي كتشد بيده وتخليه يدوز هاد المرحلة الحرجة بسلام وأمان. تذكر أن ولدك المراهق هو نفسه داك الطفل اللي تعلم يمشي خطواته الأولى وهو شاد في يدك، حيت خايف يطيح، وحتى دابا باقي محتاجك تشد بيده غير ما كيعرفش يعبر. كل كلمة دعم، كل لمسة حنان، كل لحظة استماع منك كتكون حجر في بناء شخصيته. الصبر والحوار هما السلاح الأقوى حتى في أصعب اللحظات. عامل ولدك المراهق بالطريقة اللي كنتي كتمنى يعاملوك بها والديك وانت في نفس المرحلة ديالو، وأكيد غادي تشوف الفرق وغادي تفرح بالنتيجة.